ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل برضو وصفه من وصفات عشان رمضان ونشيلها رمضان ونفرزنها. سهله وجميله ومنستغناش عنها طول ايام رمضان، وهي السمبوسك. هنعملها النهارده باللحمه وبالجبنه ميكس اجبان. طب جبت بقى، يلا نسمي بسم الله وندخل على الوصفه. جبت نص كيلو دقيق، حطيت عليه معلقه سكر ومعلقه ملح، وحطيت عليه كوبايه ميه دافيه فتره كده، وهحط كمان شويه جنبي علشان طبعا كل نوع دي احنا عارفين ان هو ما بياخدش كميه الميه. ممكن اللي عندي يختلف عن اللي عندك، ياخد كميه اقل او اكتر حسب انت نوعيه الدقيق اللي عندك. طبعا انت بتزيدي شويه بشويه لحد ما تلمي معاكي العجينه وتبقى حاسه ان هي ناعمه وجميله. تمام، بزيد شويه بشويه. انا ده خد مني حوالي كوبايتين الا ربع ميه. تمام. انا بستخدم دقيق متعدد الاستخدامات. زي ما قلت لك كل واحده بتبقى عارفه نوعيه الدقيق بتاعها اللي بتستخدمه ايه، وكل انواع الدقيق مش زي بعضها. تمام. بفضل اعجن فيها لحد ما بتبقى معايا كده زي الفل كده. وطبعا احنا لما بنيجي كمان نكمل عجن بتبل ايديكي بس ميه، ما بتزيديش ميه عشان ما تعجنش منك او تضطري تضيفي دقيق. تمام. بغطيها وبسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق. دي من وصفات رمضان السمبوسه، جميله جدا ولذيذه قوي على فطار رمضان. بتبقى حلوه جدا جدا جدا، ما بنستغناش عنها طول رمضان. طبعا انت فرزيها وشيليها، بتطلعيها على طول بتحمريها قبل الفطار بدقايق يا على طول بتكوني محمراها وحطها على السفره بتاعه رمضان. كل سنه وانتم طيبين. انا النهارده حشيتها باللحمه المفرومه وبميكس اجبان. ممكن تتحشي بالجبنه الكيري برضو، بتبقى حلوه جدا جدا جميله قوي. بنبتدي نقطعها، بقسم العجينه لقطعتين وبقسمها رول، وبقطع الرول على حسب الكميه اللي انت عايزاها. حلوه قوي جميله، وان شاء الله هعملها لكم بطريقه اسهل واسهل بدون عجن وفرد. واللي ما شرفتنيش تتفضل وتشرفني، انا كونيه محمود. يا ريت تنوروني، ولايكات بقى يا حبيبي للفيديو عشان يوصل لاكتر عدد من الناس. ويا رب وصفاتي تعجبكم. بنكورها على حسب برضو اللي انت عايزاه. وصفه جميله ولذيذه حلوه جدا، يعني على طول بناكلها طول شهر رمضان. يعني لازم السمبوسه بتبقى موجوده عندنا طول شهر رمضان على سفره رمضان. كل سنه وانتم طيبين. تمام. بدل ما بنشتريها غاليه، لا احنا نعملها. وعملنا من نص كيلو حوالي كيلو ونص سمبوسه، يعني طبعا حاجه جميله جدا وموفره. طبعا احنا عارفين شايفين الاسعار يعني في زياده، فلازم احنا نوفر عندنا ونعمل كل حاجه بايدينا وكمان نظافه. تمام. خلصتها وهبتدي برضو ان انا اغطيها واسيبها برضو كمان حوالي 10 دقايق ترتاح معايا. هبتدي بقى خلاص ان انا افردها. هكون محضره عندي بوله فيها زيت وبوله فيها دقيق عشان هندهن فيها بين طبقات السمبوسه بتاعتنا. زي ما انت شايفه كده هدهن بالزيت، وبعدين هرش كمان طبقه دقيق. هنعمل كده على حسب ما انت عايزه بقى. ممكن تحطي 5-6 رقات، ممكن تحطي 2، ممكن تحطي 3، على حسب ما انت عايزه وعلى حسب قوه ايديكي في فرد العجينه تستحمل قد ايه. تمام. انا عملت كل دول، كل واحده الواحده من ديت 4 وحدات فوق بعض، كفايه جدا حلوين. انت عايزه تزودي 5 ممكن، عايزه تزودي 6 ممكن، عايزه تخليهم 2 كمان ممكن، مش مشكله خالص، على حسب برضو ما قلت لك قوه ايديكي في الفرد ايه. هرش كمان الدقيق واحطهم فوق بعض، وهبتدي اخلص الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، يعود عليكم رمضان بالخير يا رب. هو شهر الفرحه يعني، ما احنا بناكل كل الحاجات دي، بس هي بتبقى ليها كده فرحه في رمضان وحلوه، والناس كلها بتحتفل بيها وبتبقى حلوه جدا جدا. بتبقى يعني اجواء كده رمضانيه جميله جدا. تمام. هبتدي ان انا اخلص الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه بنفس الفرده. بندهن بين الطبقات زيت ودقيق. ممكن تحطي الدقيق على الزيت مع بعضيه، وعشان ما تغلبيش حالك مفيش مشكله خالص. لو انت مش حابه ان انت تحطيهم في بولتين عادي، ممكن يبقى حلو جدا برضو، هيمشي معاكي. خلاص انا كده خلصت الكميه بتاعتي كلها وسبتها كمان ارتاحت. هنبتدي بقى نفرد العجينه بتاعتنا. زي ما انت شايفه بتتفرد معاكي بمنتهى السهوله. العجينه طيعه وجميله.
حلوه جدا. بكون حاطه على النار صاج قلباه، صاج صينيه اللي عندك المتوفر عندك حطيه واستعمليه، وبتبقي واقفه جنبها علشان ما تتلسعش منك او تنشف منك، بتقلبيها. بنقلها على المطرحه التانية ديت، انا بحبها قوي للعجين وكده، بتبقى حلوه جدا ومريحه معايا زي ما انتوا شايفين كده. بفرد كمان واحده قدامكم. عملت معايا كميه كويسه جدا، حوالي كيلو ونص، كميه حلوه قوي. الكيلو نص كيلو دي عمل معانا كيلو ونص، حوالي كيلو ونص سمبوسه. حشيتها جبنه ولحمه، وزي ما قلت لك ممكن تحشيها جبنه كيري برضو، بتبقى حلوه وظريفه جدا. وزي ما انت شايفه جبت صاج اهوت وحطيته على البوتاجاز وحطيته كان ساخن. ابتديت ان انا حطيتها، تبصي تلاقيها اتشمعت وابتدت تنشف العجينه معايا. هقلبها على الناحيه التانية، وطبعا هكمل كل العجينه بالشكل ده، اخبزها على الناحيتين وانت واقفه جنبيها عشان ما تتلسعش منك او تتحروق منك. وصفه جميله جدا. وخلي بالك ده ممكن ينفع عيش الصاج، تعمليه عيش صاج بدل ما تقطعيه بقى سمبوسك، يبقى عيش صاج معاكي حلو جدا. وطبعا بنسيبه يتهوى شويه، بنبتدي بعد كده نفككه عن بعضه، بيبقى حلو جدا. وبتيجي طبعا بتقطعيه التقطيعه اللي انت عاوزاها، ولو عندك مسطره بتبقى احسن، بتسهل لك الامر في التقطيع بتاعك، بس بتبقى هي خاصه بيكي انت للمعجنات بتاعتك كده، بتبقى نظيفه وشايلاها معاكي في المطبخ بتاعك، بتبقى حلوه قوي جميله. هخلص كل الكميه بتاعتي اللي انا عملتها، طبعا انا كنت فردتهم وابتديت بقى ان انا اعملهم كلهم مره واحده زي ما انت شايفه كده. خلاص هنخلص الكميه بتاعتنا كلنا. زي ما قلت لك بجيب المسطره وببتدي ان انا اقطع الزوايد من الجوانب، وببتدي بقى اقطع شرايح السمبوسك بتاعتنا، بقطعها وبعد كده بفككها، بتبقى حلوه قوي قوي جميله زي ما انت شايفه، بتطلع بكل سهوله وخفيفه وجميله ازاي، حلوه قوي 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 جميله زي ما انت شايفه كده وطريه. ببتدي ان انا اخلص كل الكميه بتاعتي برضو، بقطعها بنفس النظام. وبقطعت البيتزا بسكينه، مفيش مشكله خالص، بتبقى سهله معاكي. البيتزا كمان قطعت البيتزا بتبقى سهله معاكي، بتقطعها لك حلوه قوي. انت شايفه كده حلوه جدا، وعملت لي كميه وفيره حلوه قوي قوي قوي، تخزنيها لطول شهر رمضان. طبعا طول ما انت مثلا خلصتيها اعملي كمان نفس الحكايه برضو، نفس المقادير، ونفس عايزه تزودي بقى زودي على حسب ما انت عايزه. دي لحمه معصجه طبعا احنا عارفينها. بنحط البصل كميات، يعني لو هتعملي ربع كيلو بتحطي حوالي ربع كيلو بصل عليه برضو، وبتحطي اللحمه المفرومه والتوابل، ملح وفلفل وكزبره وقرفه وجنزبيل، وبتحطي كمان الماده الدهنيه حته زيت، معلقه زبده وحبه زيت على حسب ما انت عايزه. بنعصج اللحمه بتبقى حلوه جدا جدا. عايزه تحط لها بقى شطه حاره حطي حسب ما انت عايزه. طبعا عشان نلزق بقى الماده اللاصقه بتاعتنا اللي هتلزق لنا السمبوسك بتاعتنا، حطيت حوالي معلقتين دقيق صغيرين على معلقه ونص ميه او معلقتين ميه على حسب برضو نوع الدقيق، وبنبتدي نسمغ بيها او نلزق بيها قطع السمبوسك بتاعتنا عشان ما تفكش منا واحنا بنحمرها، وعشان احنا كمان هنفرزنها. طبعا بتبقى عارفه الجبنه ايه واللحمه ايه، عشان بس ما تتوهيش فيها، عشان اللي عاوز جبنه تعملي له، اللي عاوز لحمه برضو تعملي له، ما تحرميش عيلتك من اي حاجه زي ما انت شايفه كده. ببتدي اخلص الكميه، وطبعا هي سهله زي ما انت شايفاني ان انا بقلبها كده زي القرطاس، وببتدي ان انا احشيها وببتدي ان انا الفها زي ما انت شايفه، حلوه جدا وسهله جدا جدا. بترصها في اطباق او في اكياس على حسب رغبتك انت زي ما انت عايزه. انا حطيت جبنه شيدر وموتزاريلا وجبنه رومي مفرومه، عايزه برضو تحطي انت اي انواع جبن تانية حطي، ما فيش مشكله خالص. بالنظام ده بنبتدي اخلص كل الكميه بتاعتي. وطبعا كده انت لو عايزه تشيلها برضو حبه شرايح كده ما فيش مشكله، بس انا بفضل ان انا